السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد عن الأحجار النيزكية. إن شاء الله تعالى هذا غيكون فيديو مفيد وقصير إن شاء الله تعالى وفيه الاستفادة للجميع. بزاف ديال الناس تيسولوا على فين كيتباعوا الأحجار النيزكية. أنا لقيت حجر كيبان لي أنه نيزك، فين نقدر نبيعو، واش عنده شي قيمة. إن شاء الله تعالى دابا نجاوبكم على هذه الأسئلة باختصار. نقول لكم اشهر المناطق اللي كيتلقاو فيها النيازك وكيتباعوا فيها بكثره في المغرب هي قلميمه، الرشيديه، السماره، فيكيك، تنغير وزاكوره. هاد البلايص معروفين عند الباحثين على النيازك انه موجوده تما، وكاين السماسريه بزاف تما تيبيعوا النيازك الاخوان تما. الا لقيتي شي حجره واش كيتي فيها، خاصك دير لها اولا ديرها واحد تيست، يعني ديها المختبر ولا ديها عند شي خبير جيولوجي هو يقول لك واش تقدر واش هو نيزك ولا لا. ومن بعد تقدر تبيعه في مواقع بحال بغيتي تبيعه في مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن تبيعه في الايباي ولا الايتسي. ولكن هاد الايباي ولا الايتسي خاصك بزاف ديال الحوايج باش تعمر ديك الاستماره. خاصك بزاف، خاصك تكون عارف شي شويه ديال الانجليزيه. ولكن الحمد لله دابا مع شات جي بي تي اي حاجه سهله ممكن يعاونك فيها. ولا ممكن تبيعوا في الفيسبوك بحال في لي باج ميتيوريت ماركت ولا ميتيوريت هانترز، حتى هما تيبيعوا الاحجار النيزكيه تما. ولكن كما قلنا خصك تكون ضروري تكون عندك واحد الشهاده تثبت بان الحجر اللي عندك حجر نيزكي حقيقي. كاينين اجانب كيجيو للمغرب وكيشريو النيازك مباشره من عند الناس في هذه المناطق، ولكن المناطق اللي قلنا قبيله بحال الرشيديه والسماره وفيكيك تنغير. ولكن دير بالك ما تبيعوش بثمن قليل باش ما تعرف القيمه ديالو العلميه تكون ساويه اكثر ان شاء الله تعالى. النصيحه هي الاخرى، ما تفرطش في الحجر ديالك حتى تاكد منه. راه كاينين نيازك كيتباعوا باثمنه خياليه الاخوان. هذا شي عينه ديال الاحجار كما تشوفوا حدايا هنايا. وما تبخلوش الاخوان، عافاكم ما تبخلوش عندنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله تعالى. وتحيه طيبه لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كان معكم اخوكم عبد اللطيف من مراكش.